كيف يتم إسناد قروض بالمليارات في حين أن صغار الفلاحين وصغار المزارعين يشتكون من الوضع الذي هم فيه، في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون هذه المؤسسة في خدمة صغار الفلاحين وبفوائد غير مشطة. كيف تقبل أي مؤسسة بنكية أن تقرض بالمليارات دون أي ضمان؟ نحن هنا في حرب ضد الفساد، وسنواجه واطلب من كل المواطنين التونسيين الشرفاء أن يقفوا صفا واحدا لتطهير الإدارة ولتطهير البلاد. هذا ملف 23 مليار بدون أي ضمان، نحن مؤتمنون على كل مليم من أموال الشعب التونسي، والبنك الفلاحي بنك عمومي، وحتى البنوك الأخرى التجارية يفترض أيضا أن تتعامل في إطار الشفافية وتتعامل في نطاق يحفظ حقوق الجميع. هذا غير مقبول بالمرة. يتم إسناد قروض جديدة بدون أي ضمانات لخلاص فائدة الدين. هذا مثال واحد، ولكن الأمثلة كثيرة. هذا ملف شخص آخر، وهذه الشركة، وهذه قروض مجحفة، وهذه عينة من الأموال التي يصعب استرجاعها، وهذا شخص تمت ملاحقته جزائيا للفساد الذي حصل في كثير من المصارف. هذا أيضا كاتب عام سابق موجود هنا، لا أريد أن أذكر الأسماء. هذه بالنسبة لشخص موجود في ولاية تطاوين، هذا بالنسبة إلى أحد الصحفيين. ومن المفروض أن تكون القروض مسندة لصغار الفلاحين. هذه كلها قروض مجحفة